السلام عليكم، كيفكم؟ ايش اخباركم؟ حعمل اليوم مرة يعني رز بالخضار بس بطريقة لذيذة، وحستخدم دجاج بدون عظم. بس هو بصراحة الدجاج اللي بعظم اطعم، بس هذا ينفع يعني كده ايش يعني وقت العزايم، وقت ما في كده تحس انه الناس ما فيهم يتعاملوا مع العظم، فهذا حيكون اشيك. البصل حمرته، شايفين لونه كيف. البهارات حضيفها وحكتب لكم هي قليتين كده، ملعقة الثوم، كمان قلبتين مع الزيت. وعندي الدجاج الآن أجيبه. الدجاج مقطع تقريبا دجاجة 900 جرام على 3 كاسات رز. الملح، هنا شويت بطاطس جزر فلفل رومي بالفرن، شايفينها مو مبين، ممكن تقلوها بس انا افضل ادخلها. حطيت لها زيت وملح ودخلتها الفرن. الدجاج تقريبا استوى، لا تخلوه يستوي كثير لانه لسه حنحطه مع الرز شويه، فتقريبا خلاص كده كويس. حضيف عليه الخضار الان. هذا الخضار اللي شويناه اقلبهم معاه وكده خلاص. بس باقي على الرز، اجيب الرز واحطه عليهم. هنا الرز، هذه افضل طريقه لسلق الرز في الاشياء اللي تبغوها تطلع زي كده البرياني، ولا تعتبروا الرز كأنه مكرونة في موية غزيرة وما نخليه يستوي كامل. هنا نسلق تقريبا الرز في موية مرة وفيرة، بس ما حخليه يستوي على الآخر، يبقاله شوية، فعامله كأنه مكرونة اوكي، بس ما خليه يستوي. الرز مع موية مع ملح مع شوية زيت. قبل ما يستوي بشوية حشيله. الآن أضيفه، شوفوا هو مو مستوي، باقيله شوية يستوي. أضيفه، أدخل شوية رز تحت أوكي. هنا عندي الخلطة أكثر من الرز بس أفضل كده. نقلل كمية الرز اللي بناكلها. الآن الباقي على الوجه. كده كملت كمية الرز. أخلي النار ترتفع مرة، بعدين يعني أحس البخار كده طلع مرة كثير، بعدين أوطي عليه النار. لاحظوا الرز أخدته حار والخلطة حارة. لو الرز حقكم برد أو الخلطة بردت، التسخين هذا حيجي متأخر، أنا حيجي بدري لأنه كلها حارة. حضيف شوية زيت من الوجه عشان أخليها نثري أكتر، شوية كده زيت زيتون، وأغطيه خليه يدخن تماما، يعني يطلع دخان قوي، بعدين أوطي النار. كده تقريبا حياخد ربع لثلث ساعة ويكون مستوي جاهز. كده انتهى خلاص. شوفوا كيف نثري.